مكافحة الفساد هو شرعي قبل أن يكون منظم بقوانين وضعية، وهذا أعتقد مهم جدا، وهو ليس يعني فقط واجب على الجهات الرقابية أو الجهات المعنية بمكافحة الفساد، بل هو مسؤولية المواطن الذي لا يتمتع بأي مسؤولية حكومية أو رسمية، انطلاقا إلى أكبر مسؤول في الدولة. أنا كمواطن إذا أحس بأنه حقي أن تنجز معاملتي في خلال أسبوع، ما أروح مباشرة لأنه أنا أريد اليوم تكمل، ما أريد خلال أسبوع، ألجأ إلى طرق ملتوية في سبيل إنجاز معاملتي. يعني أنا ساعدت على الفساد. أحيانا الشخص موظف ما يأخذ رشوة، لكن المواطن يجي يخليه يعني تحت ضغوط إنه يأخذ رشوة. طبعا احنا نفرض عدة عمليات، انا احب امزج بين انجازاتنا وبين لانه عدة عمليات في بداية الامر نفذنا بشكل مباشر على اي شخص يستلم مبلغ مقابل اداء عمل معين. عن الصراحة ردنا بالتحديد مثل دوركم في هذا المشروع النجف عاصمة الثقافة هو هذا أكثر من مؤتمر أقامه عندنا مؤتمرين ضمن عاصمة الثقافة. أنا روتيني يعني يعتبر عمل روتيني عادي، بس المشروع أكو مشروع تصير. بس أنا طلبت منك اسمح إن شاء الله أنا يعني بس احنا شغلنا يعني الكلام ما نحسب بالأستاذ لأنه يتكلم عن النزاهة كثقافة. هي نزاهة ثقافة؟ نزاهة ثقافة صحيح. النزاهة ثقافة. وهذا شيء مهم يعني احنا بصراحة إذا نعتقد بأنه النزاهة فقط أنه جهات رقابية موجودة تكافح حالات فساد إداري أو مالي بموجب قوانين وضعية، نظل على هذا الوضع إلى ما أدري يعني، لأنه كل ما الإنسان كل ما يعمل الزود أموال ليس موجودة. يعني عندك ما شاء الله ميزانية انتباهية عندنا وأعمال كثيرة وكذا، بنبقى احنا في حلقة الفساد نهاية ما ننتهي. لكن من تتعزز ثقافة النزاهة يمكن أنه نحد من ظاهرة الفساد. طبعا الفساد ما تقدر تقضي عليه نهائيا، لكن تحد من عنده. فهذه احنا طبعا ضمن عاصمة الثقافة قمنا مؤتمرين. المؤتمر الأول اللي صار بالعتبة العلوية من بردين، المستشفى في لا المؤتمر الثالث في رئاسة الجامعة. رئاسة الجامعة هاي كانت ضمن مشروع عاصمة الثقافة الإسلامية، وأكدنا حتى يعني أنا أعتقد يمكن بالصدفة جايب كارت أدرجنا ضمن مواضيع النزاهة أنه أقوال الإمام علي عليه السلام، وكذلك الأحاديث النبوية، ومن أقام وأيضا أقمنا مؤتمر تحت شعار أن النجف المشروع الأول في مكافحة الفساد. المشروع الأول في مكافحة الفساد، وكان متميز في محافظة يعني في المحافظات العراق كلها، انه فقط النجف اقامت مشروع، ودعمناها بموضوع انه عداء خرج من محافظة النجف باتجاه محافظة بغداد، حمل شعار النزاهة وحمل شعار النجف الأولى في أو المشروع الأول في مكافحة الفساد. أنا ما أعتقد يعني حتى في يعني الشعارات الرسمية للدولة أضفنا أنه تكون النجف تكون للنجف دور في هذا الموضوع. والحمد لله أنه النجف يعني على مستوى النزاهة، على مستوى النزاهة أحسن من غيره الحمد لله، أنه وصلت في الأشهر الأخيرة أحسن من غيره، بالدليل أنه تفاعل الجهات الحكومية مع هذا الأمر. في بداية الأمر أنا تطرقت له، في بداية الأمر كان هناك امتعاض من الجهات الحكومية، الآن بدأوا يخضعون لهذا الشيء، بدأوا أنهم يتابعون. يعني أنا في بداية الأمر مسؤول من المسؤولين يقول لي لا أنا ما أسمح لك كذا إذا تنزينها، بعد أيام يجي يسوي استبيانات ويسوي نشاطات في سبيل يعرف الحالات السلبية، ويجي يقول لي يا أستاذ حيدر ترى أنا سويت نفس إجراءكم وطلعت صحيح إجراءاتكم، طلعت النسبة المحددة صحيحة. هذا شنو؟ هذا دليل على أنه أنا حفزته أنه يشتغل.
فاحنا من هذا الباب انه تفعيل مبدا النزاهه كثقافه وليس كاجراءات لاجهزه رقابيه. ان شاء الله يعني البحث يعني موعدكم به، بس احنا كان عندنا لجنه صراحه جلدتنا وبعد محلنا شوي استفسار عندنا ناخذ وقت العشاء. احنا كل شهر